السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء. اليوم محاضرتنا راح تكون على موضوع مهم جدا. هذا الموضوع اسمه الأيون المشترك. شنو هو الأيون المشترك؟ الأيون المشترك هو ظاهرة تقليل تفكك الإلكتروليت الضعيف. خلينا نفتهم شنو الإلكتروليت الضعيف. الإلكتروليت الضعيف هو حامض ضعيف يقصد به مثلا حامض ضعيف أو قاعدة ضعيفة. هذا الحامض ضعيف أو قاعدة ضعيفة، ايش راح يصير؟ راح يضيفوا لهم ملح نسميه الكتروليت قوي، راح يتفكك بالمحلول. الكتروليت قوي. اوكي؟ مثال، تخيل انت عندك هنا امونيا، او عندك هنا حامض الخليك CH3 COOH. هذا حامض ضعيف، هذا يصيحوا له الكتروليت ضعيف، يصيحوا له الكتروليت ضعيف. كنا نعرفه ليش ضعيف؟ لان قليل تفكك او تفكك غير تام بالماء المقطر. هذا راح يذبون عليه مثلا ملح. هذا الملح مثل CH3 COONA، خلات الصوديوم. شوف انتبه، صار بيناتهم ايون مشترك، ايون الخلات المشترك بيناتهم. هذا الايون راح يحاول يقلل من تاثير هذا. ايش راح ياثر؟ راح ياثر لي على الاتش، فراح يقل تركيزها، راح ياثر لي على الاتش. وبنفس الحاله اذا كان عندي قاعده، مثلا انا عندي قاعده هنا. شنو القاعده؟ من اشهر القواعد الضعيفه، مو قويه، ضعيفه، ال NH3 الامونيا. ذبيت لها NH4Cl كلوريد الامونيوم. صار بيناتهم ايون مشترك اللي هو الامونيوم. هذا ايش راح ياثر؟ راح ياثر لي هنا على تركيز ال OH يقل. احنا ايش قلنا ببدايه الفصل؟ قلنا انا عندي H وعندي OH. ال H يزيد لي الحامضيه، وال OH يزيد لي القاعديه. فاذا قاعده ذبيت لها الملح مالتها بيها ايون مشترك، راح يصير شنو؟ راح يصير يقل تركيز ال OH. حامض ذبيت له الملح مالته اللي هو بي ال CH3 بي ايون مشترك، راح ياثر لي على تاثيره. وهذا نفس الشيء اذا اثر لي على الاتش يعني راح ياثر لي على البي اتش. وهنا هذا اذا اثر لي على الاو اتش ياثر لي على البي او اتش. خلينا نفتهم شنو الايون المشترك. الايون المشترك هو مثل البفر، هو حامض ضعيف زائد الملح المشتق منه، الملح طالع من عنده. اوكي؟ او قاعده ضعيفه وليس قويه زائد ملحها، يعني بيناتهم ايون مشترك. زين استاذ، هذا السؤال شلون يجيني؟ طبعا هذا السؤال اجى العام الماضي 2025، اجى سؤال مستقل بدال البفر. راح نحل شنو معناها؟ راح نحل اولا نطلع تركيز، مثلا هذا تركيز الاتش بحامض، راح نطلع اول مره الاتش اذا كان حامض ضعيف وحده، وبعدين زائد الايون المشترك بوجود ثاني شيء طلعه بوجود الايون المشترك. وبالاخير شو نسوي؟ نقارن بين الاتش طلعناه بالخطوه الاولى والاتش راح نطلعه بالخطوه الثانيه، ونشوف زاد لو قل تركيز الاتش مالتها. يعني شنو القوانين اللي استخدمها؟ راح تستخدم قانون الحامض الضعيف فقط او القاعده الضعيفه فقط، بعدين راح تستخدم نفس القانون لكن بوجود الايون المشترك. هذا الحل مالت السؤال جدا بسيط. راح ناخذ اول مثال على هالموضوع حتى تفتهموه اكثر. عندي هذا المثال، طبعا هذا ذكر وزاريا اكثر من مره، اقرا السؤال جيدا. ما التاثير الذي تحدثه اضافه هل قد غرام هل قد مول من ملح خلات الصوديوم الى لتر من محلول حامض الخليك؟ يعني تخيل وياي شنو؟ عندك دورق، هذا الدورق بلتر واحد، تخيل لتر كامل، لتر واحد
لتر من حامض الخليك. حامض الخليك يا شباب، حامض الخليك ملح له حامض، هو اسمه حامض، ده يقول لي حامض الخليك، يعني هو شنو؟ يعني هو حامض ضعيف. هذا الحامض ضعيف ايش ذبوله؟ ذبوله ملح، الملح مالته اللي هو شنو؟ اللي هو CH3 COONA، خلات الصوديوم. ايش قد ذبوله؟ 8 غرامات. تخيل ايش قد عندك؟ 8 غرامات، هيك قطرات من عنده 8 غرامات. ايش قد التركيز المولاري مالته؟ 0.1 مول. طبعا هذا ما يهمني بالشغل بصراحه، هذا ما يهمني بالشغل. أنا من هذا يجيني السؤال: ما التأثير الذي تحدثه إضافة 0.1 8.2 غرام 0.1 مول من ملح خلات الصوديوم إلى لتر من حامض الخليك؟ هنا يجي ببالي إن أستاذ هذا السؤال أيون مشترك، هذا السؤال أيون مشترك وليس بفر، لأن البفر راح ناخذه بعده إلى قوانينه الخاصة به. طبعا نقدر نحله بقوانين البفر، يعني تحله بهاي القوانين صح، أو تحله بقوانين الأيون المشترك أيضا صح. شباب شنو الخطوة الأولى؟ أحل، أتخيل عندي الحامض ما ذبيت له بعدني، هذا ما ذبيت له الملح مالته، راح أطلع تركيز الاتش أول مرة قبل الإضافة. شلون أطلعه؟ مثل ما تعلمنا، أقول الحل، أريد أطلع تركيز، أحسب تركيز الاتش، لأن أنا بالحامض أحسب الاتش، أحسب تركيز الاتش بحامض الخليك فقط. هاي إلك ملاحظة. أستاذ شلون أحسب حامض الخليك؟ حامض الخليك مادة وحدة، شنو القوانين تسرع عليها؟ أتذكر هاي القوانين اللي حفظتها، اللي هو KA يساوي لي المتأين تربيع على تركيز الحامض الضعيف، ودرجة التأين والنسبة المئوية لدرجة التأين اللي أخذناه بالمحاضرات البداية. راح أحل بهاي القوانين هسه. هو شو يقول لك؟ تأثير اللي يحدث على اليمن على تركيز الاتش، يعني أطلع المتأين أول مرة. الخطوة الأولى شباب، اكتب معادلة التفكك NH CH3 COOH. شلون يتفكك؟ يتفكك إلى CH3 COO أيون الخلات زائد H موجب. هنا راح اكتب معادله التفكك CH3COO تتفكك بهاي الطريقه، اوكي، مثل ما تعلمنا سابقا. ايش قد تركيز الحامض؟ هو يعطيك تركيز المولاري الحامض، يقول لك 0.1. ايش قد تركيزه قبل التفاعل؟ 0 ب0. اوكي، هنا صار زائد اكس بزائد اكس بناقص اكس، نفس اللي حليناه بالحامض الضعيف بالمحاضره الثانيه او الاولى اللي اخذناه بالبدايه. شو يصير هنا 0.1 استاذ ناقص اكس، هذا يهمل، تعلمنا يصير اكس باكس. انا اريد اوجد الاكس هسه، لان الاكس يمثل لي تركيز ايون الهيدروجين. اوكي، شو قانون يفيدني؟ طبعا الاول، لان عندي كي اي، ما عندي درجه تأين، عندي كي اي وعندي المتأين على الحامض، تركيز الحامض عندي. فهنا ايش راح اطبق؟ راح اطبق له القانون اللي اخذته اللي اعرفه. شو يقول؟ يقول كي اي يساوي لي المتأين تربيع على تركيز الحامض. اوكي، الكي اي مطيني اياه، وانتبه عليه مطيني اياه جاهز، لا بي كي اي، اذا بي كي اي تحوله، خاف يحول لك اياه، يريد يصعب لك اياه اكثر، لكن هنا راح تستخدم نفسه. يصير 1.8 في 10 أس سالب 5 على المتأين، انا اريد الاكس يعني تربيع على الحامض تركيزه 0.1 ناقص اكس، وهذا يهمل، هذا تهمله مباشرة، تستطيع. اوكي، فتقدر تكتبه مباشرة. الان طرفين وسطين، هنا الان حالة طرفين في وسطين، راح يصير عندك اكس تربيع يساوي لي 0.1، راح اضربه بيش؟ راح تاخذ يعني هذا 0.1 شنو معناه؟ معناه 10 أس سالب 1، تضربه في هذا راح تضربه بهذا يصير 6، يصير 1.8 في 10 أس سالب 6. وقلت لك انتبه، انا من عندي تربيع
اخلي هذا الرقم لازم يكون زوجي، و6 يفيدني اقدر اجذره بسهوله. شو اقول له؟ بالجذر التربيعي للطرفين. خلصت من التربيع. اذا الاكس الوحده شو تمثل لي؟ طبعا الاكس الوحده تمثل لي الاتش، اقصد بها شو تمثل لي؟ تحت الجذر 1.8 في تحت الجذر 10 أس سالب 6، تحت الجذر 1.8 يعطيني اياه قيمته 1.3 في 10 أس سالب 3. طلعنا الان تركيز الاتش قبل ما نذب له الملح. هسه راح نذب له الملح. هسه الان راح تتخيل وياي ايش راح يصير؟ راح نذب له الملح. يعني انا عندي الدورق هذا بحامض الخليك، ذبيت له الان الملح مالته، صار بيناتهم ايون مشترك. شو اسوي؟ نفس خطوات الحل شباب، نفس خطوات الحل. هم اكتب معادله التفكك نفس الشيء، CH3 COOH تتفكك الى CH3 COO زائد H موجب. اوكي، وهناش اكتب جوا الملح مالته، جوا اكتب CH3 ذبيت له هذا الملح COONA. ايش راح يتفكك؟ ايش راح يصير؟ يصير CH3 COO زائد NA. هنا ايش راح يصير؟ راح يصير عندي ايون مشترك. هذا الايون المشترك اللي هو بين الخلات ايش راح يصير تاثيره على الاكس؟ نفس الخطوات اعيدها، نفس الخطوات اعيدها. شو اقول له؟ اقول له هنا تركيزه اكس باكس. هنا ايش قد تركيز هذا الملح؟ قايل لي تركيزه 0.1، مو معطيني اياه؟ هذا 0.1 مول، هو نفسه بلتر ذبيناه بلتر. ايش قد تركيزه هنا؟ استاذ 0.1. هذا ايش قد تركيزه؟ لان هذا تام الذوبان، هذا تام الذوبان. هنا راح يطلع لي الاكس باكس. انا اللي اطلع الاكس الجديده، اوكي، اللي هي تمثل لي تركيز الاتش. ايش راح اطبق؟ نفس القانون، نفس القانون. اقول كي اي يساوي لي المتأين تربيع على تركيز الحامض، والمتأين هو العفو كي اي مالته 1.8 نفسه في 10 أس سالب 5. المتأين شنو ايش راح يمثل لي؟ راح يمثل لي هذا وهذا زائد هذا. اوكي، يعني اجمع هذا زائد هذا. شو يصير؟ يصير الاكس الوحده، بعد ما عندي اكس تربيع، اكس الوحده زين في ايش مضروب في الاكس زائد 0.1. اوكي، هذه الخطوه اللي بعدها. تركيز الملح هو 0.1، اوكي، نفسه اللي هو ناقص اكس عوف الاكس، نفس ما تعلمنا. ايش راح يصير عندك؟ راح يصير هذا اريد اخلص من عنده، هذا يحذف. شو يصير بالشغل؟ فقط هذا ويا هذا، يعني بس ال 0.1 راح يصير عندك فقط ال 0.1، هذا راح يبقى وهذا راح يبقى هنا. ايش راح يصير؟ راح يصير بهذا الشكل 1.8 في 10 أس سالب 5. اوكي، هنا يصير عندك اكس في 0.1 على 0.1. 0.1 مو يشبه هذا. ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك الاكس الوحده شو تمثل لي؟ تمثل لي 1.8 في 10 أس سالب 5. شوفوا الفرق شباب، ايش قد كانت الاكس؟ طلعنا الاكس بعد وجود الايون المشترك قيمتها 1، قلت 1.8 في 10 أس سالب 5. هناك ايش قد كانت؟ 1.3 في 10 أس سالب 3. هذا الاكس اكبر من هذا، اذا قلت بوجود الايون المشترك، قل عندي تاثير الاكس، او اللي هو شو يمثل لي الاكس؟ يمثل لي الاتش. شو يمثل لي الاكس؟ يمثل لي الاتش. هذا السؤال شباب قلت لك اجى العام نصا نفس هذا السؤال، نصا نفس هذا السؤال. راح اخذ التمرين اللي بعده نفس الفكره، لكن هنا ما يريد تركيز الاتش، راح يريد التاثير على درجه التأين. يعني راح اطلع اول مره الاكس، وبعدين او اطلع المتأين، وبعدين راح اطلع درجه التأين، احسب درجه التأين قبل المركب وحده الالكتروليت الضعيف ووجود الالكتروليت القوي اللي هو الملح مالته. المثال اللي بعده شوفه اقراه، عفوا، اللي التمرين هذا هم يجي بالوزاري. من تسمع الشباب ما التأثير الذي تحدثه اضافه هالقد مول هالقد غرام؟ هذا تقول استاذ سؤال ايون مشترك، هذا تقول استاذ سؤال ايون مشترك.
والحل مالته جدا سهل، حل مالته جدا سهل. على اليمن تاثيره، انتبه لي هنا ما تاثيره على الاتش، مو تاثيره على ايون الهيدروجين، هنا يريد تاثيره على درجه التفكك، هنا درجه التفكك، يعني راح اطلع الاكس اول مره، اطلع الاكس اللي هي الاتش، وبعدين اطلع درجه التأين، حالتين احلها مرتين، يعني اقسم الورقه قسمين، اقسم الورقه قسمين. شو اقول؟ اقول هو على ملح كلوريد الامونيوم، عندي الامونيا هنا تاثيره على الاو اتش، بصراحه تاثيره على الاو اتش، لان عندي هنا امونيا قاعده ضعيفه. زين استاذ شلون اكتب معادله؟ هنا شو اقول؟ اقول احسب الاول مره درجه التأين للامونيا وحده، احسب درجه التأين للامونيا وحدها. شباب الامونيا هي شنو؟ هي قاعده ضعيفه، لان كثري من اشهر القواعد الضعيفه. يعني هسه استاذ انا اذا الامونيا وحدها شنو القوانين اللي اتذكرها؟ حبيبي تتذكر لي القوانين الثلاثه الرئيسيه، الكي بي والدرجه التأين والنسبه المئويه، ذني تحتاجهم هسه، ذني تحتاجهم. زين استاذ هو سؤال ايون مشترك، تحل اول مره امونيا وحدها، بعدين شو تسوي؟ تحل الامونيا بوجود الالكتروليت القوي اللي وش ذبله؟ ذبله كلوريد كلوريد الامونيوم ال NH4Cl، هذا صار بيناتهم ايون مشترك. هسه الان دا احكي فقط على الامونيا وحدها. شو اسوي؟ خطواته كل سهل شباب. انا عندي قاعده ضعيفه، شنو القاعده الضعيفه؟ هي ال NH3. استاذ هاي ما بيها او اتش، انت تضيف مي من يمك حتى تاخذ الاو اتش مالته، حتى التفكك مالته. ايش راح يصير؟ راح يصير NH4 استاذ ايون الامونيوم زائد او اتش سالب. اوكي هاي الخطوه. ايش قد تركيز الامونيا؟ هو لازم يعطيني تركيز الامونيا 0.1 مولار استاذ. هذا قلت لك ما لك علاقه، بس تخليه بالمعادله على مود تكتب معادله التفكك للامونيا. طاني ايون الامونيوم هذا ايش قد تركيزه بدايته؟ صفر، بعد ما صار تفاعل. زين هذا شو يصير؟ يصير ناقص اكس استاذ. هذا شو يصير؟ يصير زائد اكس. هذا شو يصير؟ زائد اكس. خط هذا يصير 0.1 ناقص اكس. طبعا هذا راح يهمل مثل ما تعلمنا. هنا راح يصير اكس وهنا راح يصير اكس. هسه بدي احل. شنو الاحل؟ اطلع اول مره المتأين، اطلع الاتش اول مره، وبعدين من طلع الاتش اقدر احسب درجه التأين، وبعدين اقارن بيناتهم. هنا اقول استاذ كي اي يساوي لي المتأين تربيع على تركيز القاعده الضعيفه، القاعده الضعيفه. زين صديقي انت تسال نفسك متأين هنا اتش لو او اتش؟ لا او اتش حبيبي، هنا او اتش. ليش او اتش قلبي؟ لانه هنا عندي قاعده ضعيفه، القاعده بها او اتش، اطلع من القاعده باو اتش. اوكي ايش قد الكي اي مطيني اياه؟ قايل الاستاذ 1.8 في 10 اس سالب 5. اوكي المتأين هو الاكس تربيع يعني. اوكي على قاعده ضعيفه ايش قد تركيزه؟ 0.1 ناقص اكس، وقلنا هذا يهمل فما يحتاج 0.1 بس اعتبرها. طرفين وسطين نفس الحاله راح يطلع لي 1.8 في 10 اس سالب، هذا 0.1 في 10 اس سالب 5 يصير 10 اس سالب 6، ويساوي لي اكس تربيع. العفو، اقدر اتخلص من التربيع، اقول بالجذر التربيعي للطرفين، جذر التربيعي للطرفين. اوكي جذر التربيعي ايش راح يصير؟ هذا يصير كله تحت الجذر، 1.8 راح يعطيك قيمته 1.3. جذر ال 1.8 هو 1.3 في تحت الجذر 10 سالب 6، هم سهل 10 سالب 3. شو يمثل لي؟ طلعت الاكس. هنا شو يمثل الاكس؟ يمثل لي الاو اتش. انتبه هاي الخطوه الاولى، طلعت المتأين. وراها شو اطلع؟ احسب درجه التأين. شنو جانب درجه التأين؟ شو تقول القانون؟ يقول استاذ درجه التأين القانون مالته المتأين اللي هو طلعت الاو اتش هسه على تركيز القاعده بس، لكن مو تربيع. شو يساوي لي؟ ايش قد طلع المتأين؟ 1.3 استاذ في 10 سالب 3. زين القاعده ايش قد؟ 0.1 تركيزه. زين 0.1 وهذا ايش قد راح يصير؟ هذا يعني 10 سالب 1 اقصد به، سالب 3 ناقص سالب 1 سالب 2 يصير 1.3 في 10 سالب 2. طلعت درجه التأين المن للقاعده وحدها.
هسه الان القاعده المنت واحد. هسه راح احسب درجه التأين لكن بوجود الماده اللي ضفناها. يعني انت تخيل وياي عندك دورق بي امونيا، حسبنا درجه التأين بس امونيا، هذا دورق بي امونيا لتر بس امونيا. ايش قد حسبنا درجه التأين؟ طلعت لي 1.3 في 10 سالب 2. هسه الان شباب راح احل بوجود الايون المشترك. هذا راح اضيف له الكتروليت قوي. شنو الالكتروليت القوي؟ كلوريد الامونيوم. كلوريد الامونيوم شنو تاثيره على درجه التأين؟ اذا الخطوه الاولى هم راح اطلع الاكس، الخطوه الثانيه راح احسب درجه التأين، بعدين احسب عدد مرات التأثير درجة التأين الأولى عن الثانية. أوكي، هنا أرجع بالحل. أستاذ شو أسوي؟ نفس الشيء، تقعد تحل نفس الطريقة لكن بوجود الأيون المشترك. شو تسوي؟ تكتب المعادلة نفس الشيء. أنا أحب الأصفر أكثر من هذا. الأمونيا أستاذ NH3 زائد HOH هذا ثابت. ايش راح يطلع لك؟ NH4 زائد OH. اوكي زين، شنو ضفنا له؟ ضفنا له الالكتروليت قوي اللي هو NH4Cl. هذا شلون راح يتفكك؟ يتفكك الى NH4 زائد Cl سالب. شباب انتبه علي، هنا أنا مو عندي ايون مشترك صار بيناتهم، لو لا. شنو الايون المشترك؟ هذا الايون المشترك. ايش راح ينضاف وياه؟ ويا الاتش هذا، يعني هذا ما له علاقه به. اوكي زين، هنا اريد احسب الاتش الجديده، الاكس الجديده. هم افرض اكس باكس، وهنا 0.1 تركيز المولاري قديم نفس الشيء. زين، هنا ايش قد تركيز الملح قايل لي؟ انتبه علي، هنا نعطيك تركيز الملح هذا ايش قد تركيزه؟ 0.5 مول. 0.5 مول. زين، يعني هذا استاذ 0.5. زين استاذ، هو هذا نفسه ناخذه تركيزه؟ اي، هو هذا نفسه تركيز مولاري اللي احنا ذبيناه بلتر. احنا هاي الكميه ايش قد ذبينا؟ 26 غرام. عندك هالقد كميه شالها وذبها على الامونيا، شالها وذبها على الامونيا. ايش قد صار عندك؟ صار 0.5 تفكك. 0.5 نتعامل وياه كانما الكتروليت قوي، يعني تركيز الملح هو نفس تركيز الايونات مالته. صار عندي ايون مشترك هنا. ايش راح احل؟ نفس الخطوات. اول شيء طلع المتأين اللي هو الاو اتش، ويساوي لي المتأين. شنو القانون مال؟ كنا نفس القانون، متأين تربيع على تركيز القاعده. هاي الخطوه الاولى. المتأين شو يمثل لي؟ الاكس زائد اكس زائد 0.5. يعني ايش راح يمثل لي هنا؟ يمثل لي هاي الاكس مال او اتش في، هنا راح افتح قوس، هذا اجمعه ويا هذا. شو يصير؟ يصير استاذ اكس زائد 0.5. وراها شو تسوي؟ راح تحذف هذا ما تحتاجه بالشغل، تبقي باللعب بس هذا وهذا. اوكي، ايش قد استاذ تركيز القاعده؟ 0.1 ناقص اكس ما لك علاقه. كي ايش قد قيمته استاذ؟ 1.8 في 10 السالب 5. 1.8 في 10 السالب 5. ايش راح يصير؟ يصير اكس في 0.1 يصير اكس في 0.5 العفو، على طرفين وسطين، طبعا طرفين في وسطين. الاكس راح يصير 1 في اكس في 0.1. هنا شو يصير؟ 0.1 يصير 1.8 في 10 السالب 5 في 0.1. 0.1 شو يمثل لي؟ 10 والسالب 1. 10 والسالب 1 10 والسالب 5 يصير 10 والسالب 6. شو يصير؟ يصير بهذا الشكل، 1 في 10 والسالب 6. شو يمثل لي؟ يمثل لي الاكس في 0.5. يعني شو راح يصير للاكس هنا؟ راح احل هنا. الاكس راح يسوي لي؟ راح يساوي لي 1.8 في 10 والسالب 6 على 0.5. يعني انا عندي هسه الان اكس يساوي لي 1.8 في 10 والسالب 6 على 0.5. طبعا البوينت هذا كانما بوينت واحد، هذا يروح ويا هذا البوينت، يصير كانما بهذا الشكل 18 تقسيم 5 على في 10 والسالب 6. 18 على 5 راح تقسم راح يطلع لك 3.6
في 10 سالب 6. اذا طلعت الاكس هنا، وراها ما طلع الاكس، شو طلعت الاكس، شو يمثل لي الاكس؟ يمثل لي الاو اتش، لان قاعده انا عندي. الخطوه اللي بعدها استاذ شو اسوي؟ اطلع درجه التأين بوجود الايون المشترك. ايش راح يصير؟ راح يصير عندي بهذا الشكل. شو اقول؟ اقول درجه التأين شو يساوي لي قانون درجه التأين؟ يساوي لي المتأين فقط مو تربيع. شو يمثل المتأين؟ يمثل لي الاكس على تركيز القاعده، لكن الان هنا بوجود الايون المشترك. ايش قد طلعنا المتأين؟ 3.6 في 10 أس سالب ايش قد؟ العفو، في 10 أس سالب 6. اوكي، سالب 6 على تركيز القاعده ايش قد؟ 0.1 على تركيز القاعده ايش قد؟ 0.1. هنا يعني هذا شنو معناه؟ معناه 10 أس سالب 1 سالب 1 سالب 6 ايش قد يصير؟ سالب 5. اذا تأين بوجود الايون المشترك شو يساوي لي؟ في 10 أس سالب 5 وجود الايون المشترك. نلاحظ انه درجه التأين قلت وجود الايون المشترك. هناك كان سالب 6 او كبرت العفو، هنا صار سالب 5 زادت يعني. اوكي، هنا شو نسوي اخر شيء؟ عدد مرات او درجه التأين المقارنه بيناتها، عدد مرات الانخفاض او عدد مرات. نتذكر هذا قانون درجه التأين الاولى طلعناها على درجه التأين الثانيه، الخطوه الثانيه راح نسوي مقارنه، راح يطلع تقريبا 361% عدد مرات الانخفاض في درجه التأين. الان خلصنا هذا الموضوع. هذا الموضوع بمثالين دائما يتكرر واحد من عندهم اكثر شيء بهذا الموضوع، تحفظهن تفتهم. خلاصه الحكي انه تطبق انت قوانين القاعده الضعيفه او الحامض الضعيف. اوكي، طلع تركيز الاتش وشوف تقارن بيناتهم. اولا تحل بوجود وحد القاعده الضعيفه، ثاني شيء بوجود الالكتروليت القوي اللي راح يعطي ايون مشترك بيناتهم، ونشوف ايش راح يصير بيناتهم. الان انا موضوع جديد راح اخذ وياكم موضوع البفر. شباب الان ننهي محاضره الايون المشترك، اتمنى تكون افتهمتوها بشكل جيد. كنت اتمنى اكمل بها البفر، لا لكن ارتئيت انه اخلي البفر في محاضره خاصه بهذا الموضوع. اتمنى استفاديتوا من هاي المحاضره، واتمنى اخذتوا فكره واضحه عن الايون المشترك. شكرا جزيلا لكم، ومع السلامه في محاضره جديده. شكرا جزيلا.